السلام عليكم. وحشتوني ويا رب اكون انا كمان وحشتكم. بصوا بقى، انا طالعه ارد على بدريه طلبه. شيلوا بقى كلمه فنانه، ده اصل الفن احساس. الفن احساس، الفنان ده بيبقى احساس كده. لكن حضرتها حاجه تانية خالص. هي طالعه بتقول ان هي استفزها. اصله استفزها وقال لها يا كوبارس. يا حضرتك مفكرة نفسك ايه؟ انتي مثلا مين يعني؟ بلاش نتكلم على النجوم اللي هم مش تبعنا يعني. احنا بنتكلم على النجوم اللي عندنا. فكر نفسك فاتن حمامة، فكر نفسك ميرفت أمين، مريم فخر الدين. فكر نفسك يا ستي أمينة رزق. انت فكر نفسك ايه؟ فكر نفسك مين؟ انت كومبارس فعلا. انا ما شفتكيش فيلم اصلا عامل علامة، ما شفتلكيش فيلم. ولا شفت يا اختي جوايزك، ولا شفت يا اختي اوسكاراتك، ولا شفت تكريمك، ولا شفت لك اي حاجه، ما شفتلكيش فيلم والله العظيم. وانا بكلمك كده مش جاي في دماغي اي لقطه غير كلمه ايه؟ هيزنقني. فاكره الكلام ده في فيلم بيكيا. انا مش شفتلكيش حاجه عدله بصراحه. وبعدين دي حاجه براحتك ما تخصنيش. ايه يعني حضرتك قالك يا كومبارس؟ ما كنت ما ترديش، ما ترديش. رحتي تردي عليه؟ ده انت ما رديتيش عليه، هو ده انت فتحتي. وبعدين في مثل بيقول لك عايز تعرف حد على اصله استفزه. اما هو استفزك بقى وانت طلعتي بالفاظ قسما بالله انا ما اقدر اقولها. مش عارفه ايه، وبينقط لورا، اصل بيتلعب فيها، اصل مش عارف ايه. الرايح والجاي بيلعب فيها. ايه يا فنانه الكلام الفارغ ده؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ فعشان كده اعتذار حضرتك مش مقبول. اعتذار حضرتك احنا رافضينه. وبعدين يا استاذ اشرف، استاذ اشرف، انت قلت البروجر ما ينفعش يمثلوا. بعد اذنك بقى، الفنانين ما ينفعش يطلعوا بروجر. خلاص. زي ما انت بتمشي كلامك كده وقلت البروجر ما يمثلوش ودول ما يعملوش. بعدين طلع تقول لك ايه؟ انتوا قال يعني انتوا ايه متغاظين منها؟ متغاظين منها. انا قاعده في فيلتي وورايا البسيم. البسيم ده عرفتيها جديده ديت يعني؟ انت عارفه دي ايه؟ دي محدث النعمه، اللي هو الشبع بعد جوع. هو اللي يطلع يقول الكلام دوت. قاعده في جنب البسيم كده، البسيم ورايا، وانا قاعده في الفيلا بتاعتي. الفيلا بتاعتي. طب ماشي يا حبيبتي، قاعده في الفيلا بتاعتك. يا امو فيلا، احنا قاعدين في الحاره. احنا قاعدين في حواري. بس متربيين، ما بنقولش الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده. استاذ اشرف زكي لو سمحت، انا نفسي اشوف لك موقف. سماح انور طلعت قلت ادبها وقالت الشعب دوت ريحته عرق، والشعب ده ما اعرفش ايه. ما شفتلكش رد فعل. ما عملتش حاجه ولا رديت. الاستاذه هي برضو طالعه بتشتم وبتهين في الشعب. الشعب اللي لولاه هي ما كانتش وصلت لاي حاجه. ما كناش شفنا وشها اصلا. احنا للاسف احنا الغلطانين، احنا اللي بننجم الناس دي. احنا اللي بننجمهم. احنا لما ننجمك ونعملك فنانه ومش عارف ايه والكلام ده كله، احنا بقى نستاهل ان واحده زيك تطلع تتكلم وتقول لك انا اسياد ومش اسياد. اوعي تنطقي الكلمه دي تاني. احنا ملناش اسياد. احنا ملناش اسياد. احنا ناس كرامتنا فوق دماغنا. عشان كده الشعب كله رافض اعتذارك. اعتذار مين؟ هو انت على رأي المثل تخانقيني في الشارع وتصالحيني في عطفة؟ تطلعي تقل ادبك وبعدين ترجعي تقولي اصل نرفزني. يا اختي ما احنا قاعدين على الابليكيشن وبنسمع كلام وبيتقال لنا كلام. ما بردش، ما بردحش للي بيقول. بعتبر نفسي ما شفتهوش. انا ما هنش نفسي ولا هني اللي قدامي. اهينه اللي اعتبر نفسك ما شفتهوش. بس انت زي ما بنقول كده عايز تعرف اصل واحد نرفزه، تقوم تطلعي تردحي وتقولي الكلام الفارغ. قسما بالله انا ما اقدر انطق كلمه من اللي انت قلتيها. عشان كده احنا مستنيين ان حضرتك مش بس تحولي للتحقيق. يا ريت ما نشوفكيش في حاجه تاني. يا ريت ما نشوفكيش في حاجه تاني. انت خسرتي رصيد حبك عند الناس. خسرتي رصيد حبك عندهم. يا ريت ما نشوفكيش في حاجه تانية يا استاذ اشرف. احنا مستنيين قرارك. مستنيين قرارك. ونفسي مره اشوف لك رد فعل لمنصبك. يا ريت الفيديو ده يشير عشان الناس تشوف كده وكلنا نصوت على القرار. هل انتم موافقين على اعتذارها ولا موافقين على انها يتحقق معاها وتتحاسب؟ عشان تعرف قيمة الشعب المصري اللي عمل لها قيمة. عمل لها قيمة وقعدها في فيلا
قعدها في فيلا وبقى عندها بسين. الله يرحم